الجو حر جدا وعايزين نعدل المزاج، نعمل احلى ايس كوفي في البيت بطريقه سهله جدا ومبسطه جدا، واحلى من ستاربكس ومن الكافيهات. اعملي احلى ايس كوفي وطعمه تحفه خطير بجد. هنجيب عندنا اي حاجه صغننه او كب صغيره، اي حاجه تكون صغيره عندنا، وهنحط حوالي 3 معالق نسكافيه، معلقتين السكر على حسب ما تحبوا، على حسب مقدار والكميه اللي انتوا هتعملوها. وهننزل عليها بميه ساقعه او سخنه مش هتفرق اي حاجه عندنا. هنضربها كده كويس عشان خاطر بس الاول بالمضرب ما ترطش مننا، بعد كده بالمضرب اللي عندنا هنضربها كويس جدا لما يعمل معانا الفوم القوام المنفوش. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير عشان توصلكوا كل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديده. كده هو وصل معانا للقوام، واضربه اكتر زي ما تحبوا. هو كده وصل معانا للقوام المظبوط، كريمي ومنفوش وطعمه مظبوط جدا. هنجيب عندنا بقى الايه، مكعبات التلج، وهنحط الاول مكعبات التلج او ممكن نحط الفوم الاول، كل واحد على حسب ما تحب، هي في الاخر انتيكه واحده. وهنحط معلقتين من الفوم الحلو دوت كريمه القهوه، طعمها مش ممكن اقول لك خطيره بجد. واحط عليها بقى اللبن ساقع. ممكن نعملها ممكن اساسا نحط عليها ايس كريم وتاكليها بقى بالمعلقه مش الشرب، احنا حطينا لبن يبقى ايه حاجه ايه نشربها ساقعه جميله كده. ممكن نحط عليها ايس كريم، ممكن ناكلها زي ما هي كانها موز كريمه. بجد طعمها خطير خطير خطير. تعمليها قلبيها كويس جدا، اهم حاجه هنقلبها مش هنسيبها كده، هنقلبها كويس جدا. لما يتقلب مع بعض بقى خلاص. وهيعمل معانا كمان تدريجات، التلج دوت هيعمل لنا تدريج في الالوان، بجد خطير خطير خطير. يعني احنا نحط الكريمه وعليها التلج واللبن بتاعنا ساقع ونقلبه كويس. هو احنا لما نقلبه هيعمل معانا التدريجة دي، بجد خطير. ألف هنا وصحة عليكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديدة. وزي ما قلنا ممكن نحط عليه ايس كريم وناكله كده بالمعلقة كأنه موس، ايس كريم كوفي. ممكن نشربه نحط عليه لبن سخن. يعني في كذا طريقة ليه بس النتيجة واحدة، ممكن تشربيه سخن ساقع. وألف هنا وصحة عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العين.